الحكاية ابتدت بثلاثة: أنا، تحسين يلمز اللي بيلعب بيس جيتار اللي كان بدقن، وهاني الأزهري الدرامر. بس في 3 روافد سببوا فرقة المصريين. الرافد الأول الجمهور الشباب. 2 الأديب العالمي نجيب محفوظ جه عندنا مرة لما كنا بتيشا وبنلعب غربي، وقال لي من ضمن الأسئلة: وليه يا هاني ما بتلعبوش أغاني شرقي؟ فقلت له لأن الأغنية بتبتدي بقى بمقدمة طويلة ب3 4 أغاني من بتوعنا. فقال لي: لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، اعمل الأغنية العربي المظبوطة، ما دام انت شايف ان فيها عيوب اعملها من غير عيوب. فدي بذرة اترمت في دماغي. الرافض الثالث بقى ان الفنان الكبير عبد الحليم حافظ كان يجي ويقف جنبي وانا بلعب على الاورجن هاموند في البتيشا. لما خلصنا بقى السيزون بتاع اسكندريه وجينا القاهره، كلمني على التليفون الارضي وقال لي: يا هاني انا جبت جهاز اسمه سوبر سترينجز، وقال لي: ما تعرفش حاجه من الحاجات يا هاني؟ قلت له: العب قهواك. قال: طب العبها. قعدت العب له قهواك بقى بتنويعات. راح موقفني قال لي: بقى وقف، اسمع يا هاني، انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البتيشا. فانا شفت الله، ده الراجل ده عنده بعد نظر شديد جدا، وقال ان الفرقه الصغيره هي اللي هتنجح في العصر. فكان عارف ان المستقبل لده، انا اللي ما كنتش عارف. لكن لما هو توفى قلت لا، حان الوقت بقى ان انا اعمل فرقه. علمونا عينيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علمونا يا كل مثال زينا مع الحب صار. بحبك لا، محتاج لك بقلبي لا. احنا قعدنا مده نسجل فرقه المصريين تلعب مع محمد منير، تباكي مع المسرح يعني. فقلت له: لا، افرض احنا جالنا حفله في مصر وانت جالك حفله في اسكندريه، هنعمل ايه؟ خد يحيى خليه لي يالف لك فرقه وانت بقى لما نزل بقى الشريط بتاعنا بنتولد نجح نجاح هايل. الشركه فنطت الشريط الاولاني اللي هو ايه؟ امانه يا بحر، وسموه علموني عينيكي، وكفر تاني وسموه اسم تاني وكل حاجه. عشان كده في خلط عند بعض الشباب ان الشريط علموني عينيكي هو التاني، لكنه الاولاني بس جرى تفنيطه. علمونا عينيك اسافر، علمونا افضل مهاجر. زحمة يا دنيا زحمة. اكتر حاجه انا حسيت بالنجاح لما نزلت اغنيه عدويه، زحمه يا دنيا زحمه. كان دايما عندك لحن وايقاع في الاغنيه المصريه، لغايه ما جينا احنا استعملنا العلوم الموسيقيه. ايه العلوم الموسيقيه دي؟ ان لازم يكون في كوردات ورا الاغنيه اللي بتتلعب عشان ودنك تستمتع. لازم يكون في كاونتر بوينت. ايه كاونتر بوينت؟ ده لحن مصاحب للحن الاساسي بيغنيه وبيسنده في حتت. الاستاذ صلاح شاهين قال لي: بص يا هاني، انا جاي لك النهارده ومعايا هديه. دخل هو مع ايمان يونس، كل حاجه فيها منمنمه كده زي الكتاكيت. خش غني يا ايمان. غنت، قلنا خلاص الفرقه اكتملت. بعد كده انا ضفت بقى ممدوح قاسم اللي هو بيقول: ما تحسبوش يا بناتنا. ده توصيفه في الغنى اسمه باس بروفوندو، وانا محتاجه. ما تحسبوش يا بنات الجواز راح، وما تزعلوش يا بنات كنا بصراحه. اتمنى عيوني عسلية فوق الماء في الضي شوية أبقى خلاص.
الشعب المصري لما مشروع التاكسي ينجح كله يجيب تاكسيات، شقق مفروشه تنجح كله يعمل شقق مفروشه. ما تفككتش ليه؟ ايمان يونس قالت انا عايز اتجوز، نقول لها ما تتجوزيش. ممدوح قاسم عايز يموت، نقول له ما تموتش.